شايفين بقى المهلبيه الجميله دي؟ شايفين عامله ازاي؟ حاجه كده تحفه في منتهى الجمال. عايزين نشوف بقى طريقتها الجميله دي هنعملها ازاي، ونشوف مع بعضينا هنعمل ازاي بقى القمر الدين والحاجات الحلوه دي. رمضان كريم وطبعا لازم نعمل فيه الحاجات الحلوه دي. هنشوف دلوقتي، هنشوف طريقتنا، وقبل اي حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونشوف هنعمل ايه. مساء الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين كده، رمضان كريم. وان شاء الله بقى النهارده هنعمل بقى ايه الاكله الجميله اللي والمهلبيه الحلوه اللي احنا كلنا بنحبها في رمضان. فطبعا ايه اللي عنده القمر الدين، لفه قمر الدين، يقطع منها حته وينقعها في الميه ايه ويعملها. يا دوبك تتنقع وتتصفى وتتخلط في الخلاط وتعمليها تطلع معاكي احلى ايه مهلبيه. ما عندكيش ومفرزه بقى مش زي كده، مفرزه من السنه للسنه، بينفعني بقى في رمضان اعمل منه ايه المهلبيه بدل ايه قمر الدين. هو طبعا طعمه بيبقى احلى كمان من قمر الدين. فانا طبعا مفرزاه وطلعته دلوقتي من الفريزر، هضربه في الخلاط وايه واصفيه وهنشوف بقى هنعمل ايه. طبعا المشمش اي الوقت اللي بيبقى موجود فيه، حتى لو جبتي منه وفاض منك حبه ممكن تحطيهم في الفريزر هينفعوكي في وقت زي كده، رمضان غير رمضان. هتعوزي بقى تعملي مهلبيه هتلاقيه معاكي في منتهى الجمال، وبيطلع طعمه مزز واقوى كمان من طعم القمر الدين. فاحنا دلوقتي هنخلطه بقى في الخلاط ونشوف بقى طريقتنا، وهيطلع معانا كده ايه حاجه. دلوقتي بقى بعد ما خلطته في الخلاط هنصفيه بقى طبعا عشان ايه اي تفل فيه ينزل. وطبعا لو انت عندك خوخ، حتى الخوخ ممكن تفرزيه برده، هينفعك بقى وانت بتعملي ايه عصير باللبن. خوخ باللبن كده يبقى عامل زي الزبادو كده، حاجه كده جميله. وممكن تخلطي الاتنين على بعض، المشمش مع الخوخ، هيطلع معاكي ايه تحفه، وطعمهم بيبقى ايه ميكس كده جميل. فاحنا دلوقتي هنصفي بقى ايه المشمش بتاعنا وايه، ونبتدي ايه نعمل ايه في طريقتنا بقى يا حبايبي. بعد ما صفيناه خلاص هنحط عليه كوبايتين ميه، وهنجيب طبعا ايه 3 معالق نشا وهندوبهم في الميه برده ونحطهم عليه ونرفعه بقى على النار ونسيبه بقى كده مع نفسه لغايه ايه ما يبتدي ايه يغلي. هنقوم حاطين عليه السكر، هنحتاج بقى السكر زي ما انت عايزه. انا هحط كوبايه سكر، انت ممكن تحطي اكتر تحطي ايه براحتك زي ما انت عايزه، وحسب الكميه برده اللي انت عاملاها. يعني لو انت عامله حبه حوالي نص كيلو هيبقوا قد اللي انا عاملاهم دول، احط عليهم مثلا كوبايه او كوبايه وربع سكر. عايزه تحطي بقى اكتر براحتك حسب ايه السكر اللي انت بتحتاجيه. فاحنا دلوقتي بقى هنحط النشا ونرفعه على النار ونشوف بقى طريقتنا. دلوقتي بقى هنحط النشا عليه وهنسيبه بقى ايه يغلي لغايه ايه ما يوصل للقوام اللي احنا بقى عايزينه. شايفين جميل ازاي؟ بيطلع بقى طعمه تحفه في منتهى الجمال. دلوقتي بقى نحط السكر بتاعنا حسب برضو ايه ما انت عايزه. ولو لقيتيه مش بيربط معاكي بسهوله ممكن تحطي له كمان ايه معلقتين او معلقه نشا، عشان النشا برضو بيختلف. في نشا بتلاقيه بيمسك بسرعه ويربط كده الحاجه بسرعه، وفي نشا بتلاقيه ايه مش كويس. يعني ايه تحطيه تلاقي نفسك بدل ما تحطي معلقتين عايزه تحطي 3 و4. فانت لو لقيتي ايه النشا مش رابط معاكي زودي النشا شويه. يعني انا دلوقتي لسه مربطش معايا، ممكن ازود كمان معلقه كده او معلقتين. دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين القوام بقى جميل اهو وتقل معانا. وطبعا انا برده زودت له معلقتين ايه نشا، لان النشا برده لقيته ايه ما ربطش بسرعه. فطبعا ايه القوام بقى جميل اهو. هنصبه بقى ايه في قلب الكاسات بتاعتنا ونشوف بقى يبقى ايه جميل عامل. دلوقتي بقى القمر الدين بتاعنا اهو خلص. هنقول قمر الدين او مشمش اي حاجه بقى انت هتعمليها براحتك. انت بقى لو عندك مشمش او عندك قمر الدين هيطلع معاكي النتيجه ايه زي ما انت شايفه كده جميله، وهيوفر معاكي طبعا لو انت بتخزني المشمش. لو انت بقى ما بتخزنهوش وهتعملي بقمر الدين فدي طبعا ايه بقى ترجع لك انت. فدلوقتي بقى ايه زي ما انتم شايفين الفيديو خلص معانا، وان شاء الله بقى الوصفه تعجبكم. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه، وفعلوا الجرس بقى عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم ان شاء الله على خير في وصفه جديده ومطبخ هند محمد.